السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده هكلمكم على كل انواع الصن بلوك اللي انا جربتها. هم بجد كتير قوي قوي، فخلونا نبدا مع بعض الفيديو بسرعه. ويلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني. معاكم جيهات قيشو، ويلا بينا نبدا. الفيديو ده هقسمه لكم انواع ما حبيتهاش ابدا ابدا، ودي طبعا تجربه شخصيه، وانواع متوسطه يعني فيها مميزات وفيها عيوب، وانواع تانية احسن انواع جربتها في حياتي هخليها بقى للاخر. فدلوقتي خلونا نبدا مع بعض اسوأ انواع جربتها، وانصحكم ابدا ابدا ما تدفعوش فيها اي فلوس خالص، لان هي فعلا انواع يعني كانه فلوس اترمت على الارض. اول واحد الصن بلوك ده اللي هو اسمه بايو بالانس. الصن بلوك ده وقت ما جبته قعدوا الشركه يقولوا لنا انه معلش الفورمولا دلوقتي فيها مشكله وبتاع. عايزه اقول لكم عشان تاخدوا بالكم من نوع الحساسيه اللي هو بيعملها، ان هو بيخلي الخدود كانك حطيتي عليها بلاشر. الشركه بقى وقتها قالت ان في مشكله في الفورمولا وبتاع، ولكن كل الناس اللي جابته بعد كده برضو اشتكوا من نفس الموضوع، سواء كان النوع ده او النوع التاني. كل انواع بايو بالانس كلها بلا استثناء ما بتناسبش ابدا ابدا اصحاب البشره الحساسه. عايزه اقول لكم ان هو بجد مليان زي ما هو، ما استعملتهوش. تاني نوع بقى والشركه استبدلتهولي بيه، وبجد برضو ما فرقش عنه اي حاجه، هو نوع اسمه بابي. النوع ده اسباني، برضو نفس الكلام، بيعمل حساسيه جامده جدا جدا في العين، بجد بيخلي العينين تحرقكوا جامد قوي قوي. بالاضافه كمان ان هو بيعمل ملمس دهني، بيعمل زيت على البشره. عايزه اقول لكم ان انا اصلا بشرتي جافه، فصعب جدا ان حاجه تعمل معايا كده. كمان هو مكتوب عليه ان هو اويل فري، وهو بجد هو عباره اصلا عن زيت يعني، ولا اي اويل فري خالص. ده كده اسمه بابي. في نوع تاني اسمه بوبي. بوبي بقى نوع مصري ونفس الكلام، بس برضو حاليا الشركه بتقول ان هي طوروا في الفورمولا بتاعتهم. انا بصراحه يعني جربت ده كان من فتره، كان السنه اللي فاتت تقريبا، كنت بحس ان هو بيعرق ومش بيتفرد على البشره بسهوله ابدا ابدا، وبيعمل طبقه بيضاء، فبجد بشع. وكمان الصن بلوك ده من ايفا اللي هو ايفا سان سي، برضو كان بيعمل لي حساسيه في العين، وكان بيفرول، وكان بيعمل طبقه بيضاء. فالنوع ده برضو معايا ما كانش مناسب، ولكن النوع ده تحديدا بقى كان مناسب مع ناس كتير. يعني باقي الانواع اللي في الاول دي فعلا ما شفتش عليها ولا ريفيو ايجابي، خصوصا من اصحاب البشره الحساسه. لكن النوع بتاع ايفا سان سي بجد في ناس عجبها، لكن معايا انا كعيون حساسه ما كانش مناسب ابدا ابدا. نيجي على اخر واحد، وده كان الصدمه بالنسبه لي، لان هو سعره غالي جدا جدا، هو بتاع نوكس اللي هو ده كده شكله. جماعه الصن بلوك ده مش عارفه كان وقتها ب 500 او 600، وده كان اغلى صن بلوك اساسا موجود في الماركت. طبعا دلوقتي الاسعار كلها اختلفت، عشان في ناس بتقعد تقول لي ما بتقوليش الاسعار ليه. يعني احنا دلوقتي اساسا كل شويه اسعار جديده، فاكيد حتى لو قلت الاسعار ممكن وقت ما انزل الفيديو تكون اساسا الاسعار اختلفت. وحصل مع صن بلوك هكلمكم عنه بعد كده، لان الاسعار فعلا دلوقتي مجنونه. في انواع صن سكرين دلوقتي بقت ب 1000 جنيه و700 جنيه، خلاص ما بقتش الاسعار دلوقتي زي زمان، اللي هو زمان ده كان من 7 شهور بس مش اكتر. المهم الصن بلوك ده من نوكس. الصن بلوك ده بيعمل حساسيه في العين. انا في حياتي بقى فكوكوا من كل اللي فات، يعني هو بس بينافس بابي، لان بابي برضو بيعمل حساسيه جامده في العين، لكن ده بقى ده بيولع في العين حرفيا، كانك حاطه شطه مثلا في عينيكي. بجد بجد بشع بشع، ريحته وحشه، وكمان بيعمل ملمس دهني حقيقي. انا مش عارفه هو على اي اساس اصلا قالوا ان هو بالسعر ده. تحذير من ده تحديدا، لان ده اغلى نوع فيهم، فحرام يا جماعه نحط فلوسنا في حاجه زي كده، ما انصحش بيه خالص. دلوقتي بقى هندخل على الانواع اللي هي نص نص، اللي هي يعني في ناس حبتها وناس لا، وهي كمان معايا انا فيها مميزات وفيها عيوب، فخلوني اتكلم معاكم عنها. اول واحد الصن بلوك ده من شركه حياه اللي هو يوفي برو. من مميزاته ان هو طبعا سعره كويس، وكمان خفيف جدا على البشره، بيتفرد بسهوله. ولكن كانت مشكلته معايا ان هو كان بيعمل لي حساسيه في عينيا، ولكن انا عينيا حساسه جدا جدا، فلو انت عينيكي مش حساسه اعتقد هيكون مناسب جدا جدا معاكي، لان ده كان العيب الوحيد يعتبر اللي انا بلاقيه معاه. تاني نوع كان من بيز لاين. النوع ده برضو يعتبر يعني ممكن وقتها كان احسن حاجه فيه ان هو سعره كويس، وبيرطب البشره كويس جدا جدا، يعني تقدري تستعمليه وانت قاعده في البيت مثلا. ولكن انا بصراحه بالنسبه لي كنت بحس ان هو تقيل قوي قوي على بشرتي، فعشان كده ما كنتش بحبه ابدا. واخر نوع في الانواع اللي هي متوسطه الجوده هو النوع ده اللي هو اسمه بايونيكي، اعتقد بيتنطق كده، هو اصلا ايطالي. النوع ده كانت مشكلته الوحيده معايا، هو كان كويس جدا جدا في كل حاجه، مشكلته الوحيده ان هو كان بيعمل طبقه سخيفه كده على البشره، طبقه دهنيه كحمايه من الشمس كويس جدا جدا، ما كانش بيعمل برده تحسس في العينين. ولكن موضوع الطبقه الدهنيه اللي كان بيعملها ده كان بيضايقني منه بصراحه. الاثنين اللي جايين دول بقى حاجات ما بين المتوسط وما بين الجامد جدا جدا، فخلوني برضو اكلمكم عنهم. اول واحد وده ممكن يبقى صدمه لبعض الناس هو افان.
لان انا بحب افين جدا جدا، ولكن يا جماعه مشكلته الوحيده ان هو كان بيعمل زي لسعه كده في البشره اول ما بحطه، واللسعه دي كانت بتبقى سخيفه جدا جدا بالنسبه لي. لكن هو كحمايه من الشمس هو فعلا قوي جدا 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 في الحمايه من الشمس. وطبعا برده بيعمل وايت كاست اللي هي الطبقه البيضاء، ولكن دي ما كانتش بتضايقني قوي. فانت لو بشرتك سمرة مثلا ممكن تجيبي التنتد منه، لكن هو كحمايه من الشمس كويس جدا جدا 10 على 10. بس موضوع اللسعه ده هيخليني عمري ما اشتريه تاني. بايوديرما اكوا فلويد ده خفيف جدا جدا على البشره، بيتفرد بسهوله، حلو قوي قوي. ولكن مشكلته الوحيده ان هو كان ساعات بيحرق لي عينيا، يعني لما يقرب من عينيا مثلا لو عرقانه او مثلا هتنزلي بحر او حاجه ممكن يعمل لسعه في عينيكي. هي دي كانت مشكلته الوحيده معايا. وبرده اعتقد ان هو بيعمل طبقه بيضاء، لكن هو برده كحمايه حلو جدا جدا وخفيف جدا والبشره بتمتصه وكل حاجه. بس مشكلته الوحيده موضوع حساسيه العين. دلوقتي بقى هنتنقل على الجامدين يا جماعه، ودول لو انتوا بتفكروا تحطوا فلوسكم في سان سكرين يبقى هم اللي جايين دول. وفيهم على فكره نوع بجد رخيص جدا جدا. اول واحد هكلمكم عنه، وده بجد انا حزينه جدا ان انا ما جبتش منه كتير وقت ما كان لسه سعره رخيص، اللي هو ايزس فارما دراي تاتش، علشان في كذا نوع. هاتوا النوع ده اللي انا يعني سكرين شوت منه عشان تجيبوه. النوع ده تحديدا ولا غلطه، حرفيا حمايه قويه جدا من الشمس، ما بيعملش اي طبقه بيضاء، ما بيعملش اي حساسيه، خطير بجد تحفه، ولا بيعمل اي لسعه ولا اي حاجه ولا اي تحسس ولا اي حاجه خالص. ده بقى لما كنت بقول لكم عشان كده ما بقولش الاسعار. ده يا جماعه سعر وقت ما انا اشتريته تقريبا كان 350 جنيه بجد مش فاكره. وكمان كان ليا كود خصم كنت جايباه من على ويب سايت بشرتي. بالمناسبه ويب سايت بشرتي هو بيوصل من الصيدليات عشان بس ما حدش يقلق من الموضوع ده. ويب سايت بشرتي ما هوش ويب سايت مثلا عليه حاجات مجهوله، لا، هو عليه نفس البراندات اللي بتكون في الصيدليه، وهو اصلا بيوصل لك من اقرب صيدليه ليكي من غير اي مصاريف شحن خالص. يعني بالظبط كانك نزلت جبتيها من الصيدليه. الفرق الوحيد ان انت هتاخدي كود خصم. انا ليا كود خصم عندهم هسيبه لكم على السكرين لو عايزين تشتروا من عندهم اي حاجه، طبعا 100% اوريجينال. المهم وقت ما انا جبته كان 350 جنيه. بعدين لما نزلت الريل هنا على اليوتيوب كان تقريبا سعره وصل 500 جنيه او 600 جنيه. فناس كتير قعدت تقول لي هو بالنسبه لك ال 500 جنيه دول حاجه قليله. وقتها اساسا وقت ما انا عملته كان سعره قليل. فعشان كده ما بقولش اسعار، لان الاسعار فعلا بتتغير جدا جدا، وكمان مش مصريين بس اللي بيشوفوني، فالاسعار متغيره كمان في الدول. المهم الصن بلوك ده يستحق كل جنيه بيدفع فيه. فانت لو بتفكري تشتريه هاتيه من غير اي تردد. كل الانواع اللي جايه دي اصلا تستاهل كل جنيه بيدفع فيها حرفيا. يورياج ده بقى يا جماعه بجد خفيف. ده كان اكتشافي تقريبا، لان انا يعتبر اول واحده اتكلمت عنه. خفيف جدا جدا على البشره، مش بيسيب اي ملمس دهني خالص، مش بيسيب اي طبقه بيضاء، يعني حقيقي مفهوش غلطه. انا صاحبتي بشرتها دهنيه جدا جدا وكانت بتعشقه بجد لما انا جبته انا وهي مع بعض. هو دلوقتي بقى غالي قوي، بقى يعني حاليا وقت ما انا بكلمكم تقريبا 750 جنيه حاجه كده. فهو فعلا دلوقتي بقى غالي قوي قوي. عايزه اقول لكم ان ارخص انواع دلوقتي في الماركت اساسا هو لاروش بوزيه، يعني عشان بس تبقوا عارفين المعلومه دي. بعد كده وده نوع انا اتكلمت عنه وحش في الاول اول ما جربته، بعد كده عرفت استعمله صح، لان انا بصراحه كانت غلطتي. هو اصلا للبشره السوبر اويل، البشره الدهنيه جدا. فانت لو بشرتك دهنيه بقى اللي هي بتطلع كده كده دهون، هاتيه يعني من غير تردد. ده اكتر حاجه ممكن تنفعك اساسا في الحياه. انا من كتر ما هو كان مش مناسب خالص لبشرتي الجافه كنت بستعمله كمان في عز الشتاء. يعني شايفين الجبروت، مش مثلا بستعمله في الصيف او حاجه بتبقى البشره مش جافه قوي. فكان بيفرول جامد جدا على بشرتي. اول بقى ما بدات احط مرطب قوي، انا بستعمل برده المرطب بتاع يورياج. اول ما بدات احط مرطب قوي ما بقاش يفرول خالص، بقى تحفه جدا جدا على البشره. طبعا الحمايه بتاعته جامده جدا جدا، فهو بجد تحفه. وانا حقيقي زعلانه جدا اتكلمت عنه وحش، لكن هو فعلا خطير. فانت لو بتفكري فيه، هي يسر اللي لسه نازله جديد مصر، مش عارفه ده موجود في مصر ولا لا بصراحه، لان انا اصلا ما كنتش جايباه من مصر. بس هو فعلا تحفه، ولو نزل وحسيتي ان انت عايزه تشتريه اشتريه. بعد كده فيشي اللي هو ده كده، اللي هو ايدج كوريكت يعتبر، لان هو فيه نياسيناميد وبيبتايد وكده. هو مش صن بلوك عادي، هو صن بلوك. وكمان المفروض ان هو بيحارب علامات تقدم السن. انا عايزه اقول لكم ان اهم حاجه اساسا في محاربه علامات تقدم السن هو الصن بلوك. القوام بتاعه مائي قوي قوي قوي. طبعا هو خلصان دلوقتي، بس خدوا بالكم ان هو فيه عطور. فلو انتوا عندكم حساسيه من العطور ما انصحكوش بيه ابدا ابدا، لان هو فيه عطور، والعطور اللي فيه كمان قويه. لانه خدوا بالكم ان حساسيه البشره انواع. انا مثلا بشره حساسه بس مش بتحسس من العطور خالص، انا بتحسس من حاجات تانية. بس في ناس عندها حساسيه عطور، فده فيه برفيوم. ندخل بقى على لاروش بوزيه، وده يعتبر من اشهر انواع السان سكرين اللي موجوده في الماركت اصلا. لاروش بوزيه حاليا يعتبر بجد ارخص نوع
نوع سان سكرين مستورد موجود في الماركت. هو تقريبا دلوقتي حاليا يعني وانا بكلمكم سعره 590 جنيه، ولو جبتوه من على نون هتاخدوا عليه خصم لان انا ليا اكواد خصم في نون. وعايزه اقول لكم ان فيشي ولاروش الموجودين على نون هم فيشي ولاروش نفسهم، مش اي سيلر خالص. بس طبعا اللي يكون البائع نون، لان نون دي هي فيشي ولاروش نفسهم. هو لوريال موجوده بشكل رسمي يعني على نون. طبعا دلوقتي كمان لاروش بوزي جددوه وطوروه اكتر، فهو بيديكوا اقصى حمايه من الشمس. لاروش الجديد هتلاقوه برده موجود على نون، متوفر بكل سهوله. وعايزه اقول لكم لو انتوا مش متابعيني على انستجرام بجد انتوا فايتكم كتير جدا، لان هو ساعات نون كده بتعمل عليه اوفر اللي هو مثلا نص يوم لمده يوم واحد بس، بيبقى مثلا بسعر كويس ارخص من 590 جنيه مثلا. ساعات بيوصل مره وصل ل 450 جنيه، وده كان اوفر تحفه. وعايزه اقول لكم ان ده برده كان وصل ل 450 جنيه. ده كان اساسا ده ب 600 وشويه، اللي هو فيشي ب 600 وشويه، مش فاكره بكام بس رقم عالي يعني. وصل برده ل 450. طبعا كل الحاجات دي بتبقى لقط وانا بحطها على طول في الستوريز على انستجرام، فانتوا لو عايزين تتابعوني هناك تابعوني. المهم طبعا تحفه برضو، لو عايز تشتريه هاتيه بلا تردد. بعد كده من فيشي اللي هو النوع ده اللي هو ايج كوريكت، برضو للناس اللي هي فوق ال 25 سنه والناس اللي بدا يبان عندها علامات تقدم السن. المفروض برضو ان هو بيفتح البشره وبيقلل الخطوط التعبيريه وكده. بصوا انا مش بهتم قوي، انتوا عارفين بالمواضيع دي يعني. بصراحه بحس ان الخطوط لما بتظهر خلاص هي ظهرت، الا بقى لو كانت في البدايه بتاعتها بتبدا فعلا ان هي تتملي تاني. لكن بقى هي لو محفوره اصلا خلاص يعني محدش هيعالجها غير بقى لو حقنتي او كده. فالمهم انا عايزه اقول لكم ان ده تحفه بجد، خطير. ولكن انا اعتقد ان هو مش مناسب للبشره الدهنيه. انا بصراحه عايزه اجربه على صاحبتي لان انا عايزه اشوفه مع البشره الدهنيه هيعمل ايه. لان انا عايزه اقول لكم ان الاثنين دول انا جبت منهم اصلا، عملت منهم ريستوك، لان انا زي ما قلت لكم ان دول ارخص نوعين سان بلوك دلوقتي موجودين في الماركت. فبصراحه عايزه استغل ان في حاجه دلوقتي رخيصه يعني. هم لسه ده تقريبا مش فاكره كام، 600 وشويه، وده 590، فيعتبر ارخص حاجه دلوقتي موجوده في الماركت اصلا. وعايزه اقول لكم ان انا برده دول كنت شاريهم من على نون اصلا. المهم ده يا جماعه بجد تحفه يعني، ولا غلطه. بس لو انت بشرتك دهنيه فكري شويه، او استني بقى لما انا اجربه على حد بشرته دهنيه، علشان هو بيرطب قوي يعني. هو في نسبه ترطيب عاليه، هو زي الكريم، قوامه زي الكريم. ده بقى للاسف العلبه بتاعته ضاعت مني، بس هو ده كولاجرا اللي هو ده يا جماعه. خدوا بالكم لان هو كولاجرا فيها كذا نوع. فهو كان النوع اللي اسمه تقريبا دراي تاتش، كان اسمه ايه، جيل كريم، دراي تاتش جيل كريم. النوع ده احلى نوع جربته، بسعر رخيص جدا ب 150 او كده. وساعات طول الوقت عاملين اصلا اوفرز ومش عارفه ايه، فحلو قوي. انا بصراحه ما جربتوش في مصيف، فما اختبرتش الحمايه بتاعته قوي في الشمس. بس عموما في المصيف يا جماعه لازم تجددوا الصن بلوك كل ساعه او كل نص ساعه، بس كل ساعه يعني عشان نبقى واقعيين. كل ساعه جددوا الصن بلوك بتاعكم. هنيجي بقى على اخر واحد والاكتشاف الخطير اللي هو ايفا سان سي. جماعه انا بجد فرحانه ان انا اكتشفت الصن بلوك ده. انا ما كنتش متوقعه ابدا ان هو يعجبني كده. وكمان خصوصا ان انا اختبرته وانا في المصيف يعني، ما اختبرتوش في اي مكان. وكان حظي حلو او حظكم انتوا حلو بقى معرفش، ان انا حطيته على ايديا ونسيت احطه على رجلي. عايزه اقول لكم ان انا تقريبا كنت في البحر من الساعه 1 تقريبا او من الساعه 2 لحد الساعه 6، وده وقت طويل جدا. وما حطيتوش يعني، انا حطيته مره واحده، انا حطيته على ايديا، حطيته مره واحده بس وعليها بقى، وما حطيتش اي حاجه على رجليا اتحرقت تماما بجد. رجليا بقت شكلها بشع. اما ايديا في فرق كده ما بين كف ايديا وما بين ايديا بقى نفسها، فكان في فرق درجه واحده بس. فعلشان كده عرفت ان هو فعلا افكتيف، لانه الدليل رجليا، لان الرجليا بجد كانت اتبهدلت. طبعا انا استعملته بس للجسم بصراحه، ما استعملتوش لوشي. ولكن انا فعلا شفت ناس بتقول ان هي بتستعمله لوشها عادي. هو في بيرفيوم عشان برضه لو حد عنده حساسيه من العطور، ولكن انا بستعمله لجسمي. هو 200 مللي، كبير جدا، وهتلاقوه على نون تقريبا ب 200 جنيه برضه. فهو فعلا سعره حلو قوي. انا بصراحه مش حاسه ان انا ممكن احطه على بشرتي، علشان هو كمان بيعمل ملمس دهني شويه. بس لو انتوا جربتوه على بشرتكم قولوا لي. ولكن هو كحمايه من الشمس هو فعلا فعال جدا. تخيلوا بقى لو انا اساسا كنت بحطه مثلا كل ساعه بجدده، اكيد ما كنتش هسمر ولا نص درجه. ولكن انا فعلا حطيته هي مره واحده بس وعليها بقى، وبجد هو عمل المهمه بتاعته وزياده. ده كده احنا خلصنا. عايزه بقى اقول لكم ان انا يا جماعه فلوريجا ده بقى هنعمل له فيديو لوحده، علشان ده تقريبا
بيدفع فيه ثمن مرتب يا جماعه. منتجات فلوريجا اعتقد كمان ان هي بقت موجوده في مصر، لان هم ليهم بيج دلوقتي على انستجرام، فهي الاسعار بتاعتهم بجد غاليه جدا جدا. كريم العين ب 4000 جنيه، يعني اللي هو لو حد عايز يعمل، لو حد اساسا ما بيخافش من الفيلر والحاجات دي كلها يعمل فيلر احسن. انا بصراحه بخاف، فعشان كده بمشي بالكريمات. انا بخاف لسببين، اولا ان انا يعني احساسي بالالم عالي شويه، يعني في كده مقياس للالم، انا احساس بالالم عندي عالي جدا جدا. كمان في حاجه ان انا بجد حظي وحش، فانا لو مثلا فكرت في يوم من الايام اعمل عمليه، انا حاسه ان انا هيحصل لي مشكله، يعني هتقلب العمليه العكس، ده احساسي طول الوقت. فعشان كده بخاف قوي من موضوع العمليات ده، او يعني الحقن والحاجات دي كلها. انا مش ضد خالص خالص البوتوكس والفيلر والحاجات دي كلها، بالعكس انا ضد الفيلر بتاع الشفايف بصراحه. مش ضده علشان هو انا مش عايزه اعمله، لا انا عايزه اعمله، هموت اصلا واعمله. يعني الفكره ان احنا بنبدا فعلا اول مره بتكون الشفايف شكلها تحفه وفعلا محقونه صح. طبعا لو انت رحت عند الدكتور بيفهم، بتبقى محقونه صح وتمام وكل حاجه، لانك بتحطي كميه بسيطه جدا. بعد كده بتبدا العمليه تسحب منك، فبتلاقي البني ادم، شوفوا الناس اللي اتعودت على الفيلر بتلاقيهم اتحولوا لشفايف بجد، اللي هو خلاص شفايفهم بقت اكبر من وشهم نفسه. ف انا مش ضد الفيلر، بس بخاف منه، لانه انت بعد كده بتحسي ان انت خلاص ما بقيتيش قادره تقيمي نفسك كويس. اكيد الناس اللي هي بتحقن كتير كتير هم شايفين نفسهم حلوين، هم لو هم شايفين نفسهم ان هم كده افوروا اكيد مش هيأفوروا، بس هم فعلا الموضوع بيسحبك، تبداي تأفوري كل مره عن اللي قبليها، تحقني ازيد في ازيد في ازيد لحد ما الموضوع فعلا بيأفور منك. غير كمان ان هو بيعمل تشوهات، ومهما شفتي اي حد عامل فيلر في شفايفه حتى لو فنانات هتلاقوا ان فعلا عندهم تشوهات. الفيلر ساعات بيسحب اصلا في تحت الشفايف، وساعات بيعمل كلاكيع كده، هتلاقوها في كل الناس اللي عامله فيلر بجد. لو قربتوا منهم جدا جدا هتاخدوا بالكم منها. الفيلر فعلا مشاكله كتير بصراحه. البوتوكس برضو ليه مشاكل بس اقل كتير من الفيلر. المهم، وطبعا يعني هو ملوش اي علاقه اصلا، يعني البوتوكس بيبقى التجاعيد بقى، بيوقف العضلات وكده، لكن الفيلر هو اللي بيفل، بيملى الحاجات. المهم كلاجرا هنعمل له بقى فيديو يليق بالمرتب اللي اتدفع فيه اساسا، هنعمل له فيديو لوحده. فلو انتم مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب عشان لما الفيديو ينزل، وكمان فعلوا الجرس وحطوا بقى لايك على الفيديو ده. انا اعتقد يعني ان انا لميت الموضوع بسرعه، علشان لو كنت قعدت اتكلمت على كل حاجه بالتفصيل اكيد كان الموضوع هيوسع مننا جامد جدا. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتم بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.